في نوع من الناس قلبهم واسع قوي وعندهم حب لمساعدة غيرهم بطريقة كبيرة، تحس إنه بيشيل مشاكل الدنيا على كتافه، بيفني نفسه عشان يحل أزمات اللي حواليه حتى لو ده بيكلفه راحته النفسية وصحته العقلية. الظاهرة دي اسمها في علم النفس متلازمة المنقذ. طب يعني إيه متلازمة المنقذ؟ ببساطة، الشخص اللي بيعاني من المتلازمة ديت بيحس إنه مسؤول عن حل مشاكل الناس كلها سواء طلبوا مساعدة أو لأ، بيحس إنه لازم ينقذ الكل وإن سعادته مرتبطة بسعادتهم، لدرجة إنه بينسى نفسه تماما. إيه اللي بيخلي الشخص يوصل للحالة ديت؟ رقم واحد، التربية. لو كنت اتربيت على فكرة إن قيمتك مرتبطة بقدرتك على خدمة اللي حواليك أو إنك لازم تضحي عشان تكون محبوب. تاني حاجة، الصدمات القديمة. ناس كتير مروا بتجارب مؤلمة في حياتهم خلتهم يحسوا إن لازم يصلحوا العالم عشان ما يحسش حد بنفس الألم اللي هم حسوه. تالت حاجة، الإحساس بالذنب. ساعات الشخص بيحس بالذنب لو شاف حد بيتعذب وما قدرش يعمل له حاجة، فبيبالغ في مساعدة الناس كنوع من التكفير عن ذنبه ده. رابع حاجة، الإدمان العاطفي. في ناس بيبقوا مدمنين شعور أنا مهم، وبيلاقوا الشعور ده لما يكونوا دايما المنقذين للناس. إيه أنواع الشخصيات اللي بينجذبوا للشخص المنقذ ده بقى؟ وركز معايا في اللي أنا هقوله. لما تكون شخص عندك متلازمة المنقذ بتلاقي إن في نوعيات معينة من الناس بتنجذب ليه بشكل طبيعي، وكأنك عامل زي المغناطيس ليهم، مش لأنهم بيحبوك لشخصك لكن لأنهم بيلاقوا فيك محطة إنقاذ جاهزة تخدمهم بدون مقابل. ومن أهم الشخصيات ديت الشخصية الاعتمادية. النوع ده من الناس بيعتمد على غيره في كل حاجة حتى أبسط القرارات، بيدور على حد يشيل عنه مسؤولية حياته، وهنا بيلاقيك أنت الشخص اللي مستعد دايما تدعمه وتتصرف مكانه. تاني شخصية، الشخصية المستغلة. ده شخص بيدور على مصلحته وبس، وشاطر جدا في حلب عواطف الآخرين عشان يوصل للي هو عايزه، بيخليك تحس بالذنب لو رفضت تساعده. الأشخاص اللي بيحبوا يعيشوا دور الضحية، دول دايما شايفين نفسهم مظلومين والدنيا ضدهم ومحتاجين حد يشيلهم طول الوقت. وجودك في حياتهم بيغذي شعورهم بالراحة في دور الضحية بدون ما يبذلوا جهد حقيقي للتغيير. انت اللي بتدفع الثمن لوحدك لما تحاول تنقذ حد زيادة، انت بتضره مش بتساعده. النية الطيبة مش دايما نتيجتها طيبة. كتير من الناس اللي بيحاولوا ينقذوا غيرهم بجد مش بياخدوا بالهم انهم احيانا بيمنعوا الشخص التاني من انه ينضج. لما تدخل تحل مشاكل شخص تاني على طول بتحرمه من انه يتحمل مسؤولية تصرفاته، بتخليه يعتمد عليك اكتر، بتخلي الرسالة اللي بيوصلها لعقله الباطن هي انا مش قادر، في حد دايما شايل عني. والنتيجة انت بتتعب اكتر واكتر وهو بيضعف اكتر واكتر. احلى دعم تقدمه لحد بتحبه مش انك تعمل كل حاجة مكانه، لكن انك تساعده يساعد نفسه. زي ما بيقولوا ما تديش لحد سمكة علمه يصطاد. طب ده بيأثر عليك ازاي لو انت شخص منقذ؟ بتستنزف طاقتك بشكل مستمر، بتهمل احتياجاتك النفسية والجسدية، بتلاقي نفسك دايما محاط بعلاقات سامة، لأن بعض الناس بتستغل حنيتك ديت. مع الوقت ممكن تدخل في حالة اكتئاب أو إحباط، بحيث إنك رغم كل اللي عملته مفيش حد مقدر أو فاهم. بيتكون جواك شعور بالغضب والقهر لأنك مش بتاخد اللي تستحقه من تقدير أو اهتمام. وإيه أثر ده بقى على شخصية المنقذ من الناحية الاجتماعية؟ بيتحول مع الوقت من مغناطيس مشاكل. أي حد عنده أزمة هيروح له بشكل تلقائي. ممكن حياته الاجتماعية تتأثر، يحس إنه مش لاقي ناس تحبه لشخصه، الكل بيحبه عشان مصلحته أو خدماته. علاقاته بتفقد التوازن الطبيعي اللي قايم على الخد وهات، وتتحول لعلاقات من طرف واحد. طب إيه الحل بقى؟ إزاي يخرج من الدوامة دي؟ أول حاجة هي الوعي، إنه يعترف إنه بيعاني من المتلازمة دي، ويفهم إن المساعدة شيء حلو لكن مش على حساب نفسه. يتعلم يقول لأ من غير ما يحس بالذنب، يبدأ يحط حدود صحية بينه وبين الناس. مش كل حد بيحكي مشكلة يبقى محتاج تدخل فوري، يدي نفسه مساحة إنه يعتني بيها. يفهم إن كل إنسان مسؤول عن حياته، وإن دوره مش إنه ينقذ الناس، دوره إنه يدعمهم لو هم طلبوا بحدود قدراته. العلاج النفسي مهم جدا في الحالات الشديدة عشان يساعد الشخص يفكك المعتقدات القديمة اللي بتربطه بدور المنقذ طول الوقت. خلاصة الكلام، مساعدة الناس شيء جميل وعظيم، بس لما تيجي على حساب نفسك بتتحول لعبء مدمر. لو انت بتحس انك دايما في دور المنقذ، خد خطوة لورا واسأل نفسك هل اللي بعمله ده نابع من حب حقيقي ولا من خوف اني اكون مش محبوب. افتكر، انت مش مسؤول عن انقاذ العالم، انت مسؤول عن نفسك، والباقي مشاركة مش تضحية. خلي حبك للناس صحي، وما تنساش تحب نفسك الأول.